السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم بقى باكله جديده مفيده سهله وبسيطه من بواقي التلاجة، والله من بواقي التلاجة. حتى شوفوا حاجات بسيطه سهله وخفيفه من غير اي تعقيدات. وانا شلتها يعني قلت تنفع على شويه مكرونه بصلصه. بصراحه مش قصدي ان انا اعمل كده، فقلت لي خليني اعمل مكرونه بصلصه، طب ما انا اعملها كده على طول. فقلت اعملها معاكم واوريها لكم. ده حبه فراخ كده شاورما، كنت عامله بيها مكرونه بشاميل يعني ودي فاضت منها، بس بصراحه كانت جميله وتحفه زي ما انتم شايفين كده. والله كانت في منتهى الجمال. انا بس برص الطاجنين مع بعض عشان هعمل واحد باللحمه المفرومه وواحد بالفراخ يعني. كنت عامله المكرونه بشاميل، فانا بحب احط صلصه كده على اللحمه المفرومه، فكده كده كانت هتبقى كويسه يعني معايا. وانا سويت المكرونه مثلا هي بتستوي 7 دقايق، خليها مثلا 5 دقايق 6 دقايق كده يعني، قللي في الوقت بتاعها شويه، ما تخليهاش تستوي سوا كامل معاكي. لو انت بتحبيهاش سوا كامل تمام، لو بتحبيها سوا كامل خليها نيه شويه. ورصيت الطاجن ومليته زي ما انتم شايفين كده، وهرص التاني برضو زيه. احط المكرونه، انا كان عندي مكرونه اقلام رفيعه شويه بس ما حبيتش ان انا احطها، ان مش هتبقى ظريفه فيه، حسيت يعني لا خلينا في الكبيره بتبقى احسن وواضحه اكتر. الصغيره ما بتزيدش وبتفضل زي ما هي، بتبقى حجمها يعني بيزيد حاجه بسيطه، ما تعتبرش ان هي بتزيد، لكن الكبيره زي ما انتم شايفين كده بتزيد وبتبقى جميله، وتبقى هي دي اللي بتعمل بيها يعني، ده اساسه. فيعني عملت بيها وكانت سهله وبسيطه، ومش هدخله الفرن. حطيته على النار على الشوايه واستوى معايا، حطيت التاني وزي ما انتم شايفين شفتوا بيتكتك ازاي على النار، بيبقى حلو قوي. طبعا الحشوه كانت قليله جدا، كانت عايزه تتحط من على الوش كفايه، بس يعني فكره مش اكتر، مش هيخسر، مش بكتر الحشوه بصراحه يعني. انا حبيت ان انا اوريكم الفكره اللي انا عملتها مش اكتر. طبعا الفراخ كلها راحت في قلب الطاجن، بس التركايه بقى اللي خلت اللحمه والفراخ يلزقوا في قلب الطاجن، حرفيا تركايه حلوه جدا تحفه. بالذات كمان لما يعني ريحه الدخنه بتاعت زي عارفين زي ريحه شط خفيف كده، بس لا ده اكنك جبت فحمايه وحطيتيها فيه. بصراحه نقلت الطاجن ده لسكه تانية خالص. صراحه المفروض كنت حطيته على النار شويه وبعدين كنت دخلته في الفرن. شايفين بقى الطاجن لزق ازاي؟ بس انا كل ده هطلعه، مش هسيبه طبعا، هطلعه وتحفه، حرفيا تحفه والله. مش عشان اتحرق مني بقول كده، لا بجد هو حلو وجميل وطعمه حكايه. ان شاء الله يا رب تجربوا الفكره دي وتعجبكم، واكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. وبعتذر على كلمه ما علينا، في ناس كتير بتتضايق وانا والله مش بحب اضايقهم، بس والله هي غصب عني. وزي ما انتم شايفين فيديوهاتنا سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات، وكل ما تبسطي في اكلك وتعملي حاجه حلوه وجديده كل ما تبقى حلوه وتبسطي حبايبك بيها. ودي الصلصه كانت عندي برضو في التلاجة، سخنتها كويس وحطيت منها في الطواجن زي ما انتم عارفين كده. بس انا بعد ما رصيت الطواجن حطيت حبه ميه صغيرين، واقول لكم المكرونه دايبه دوب. بصوا بقى اللي اتحمشت دي، بقول لكم تحفه تحفه، حرفيا 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 حقيقي كانت تحفه. كل ما تجربي تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها بمكونات سهله وبسيطه تقدري تعمليها. تقدري تحطي كله ني في ني كده على بعضه وتسويه مره واحده، مش لازم تسلقي المكرونه زي ما انا عملت، يعني حاجه كده شبه المبكبكه بتبقى حلوه. بس دي حاجه ودي حاجه، ودي طريقه ودي طريقه، يعني بتبقى حلوه وجميله وسهله وبسيطه. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده احلى واحلى.